ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دلوقتي هنبتدي مع الاسبوع الثاني، واول سؤال بيقول لك اوجد قيمة 2 أس 4 في 2 أس -5 على 2 أس 7 في 2 أس -3. قلنا السؤال ده بنحله ازاي؟ هنيجي هنا هناخد 2 واحدة ونجمع الأسس 4 زائد -5 ده ب1. جميل. وهنا برضه نجمع الأسس 2 زائد -3 تطلع ب4. هنرجع ناخد منهم أساس عشان دي اسمه ونطرح الأسس. -1 ناقص 4 تبقى -5. و2 أس -5 الأساس الأس لما بيكون سالب بيشقلب الرقم اللي عندك، أو ممكن تريح دماغك خالص وتعملها على الآلة برضو. 2 أس -5 بيساوي 1 على 32، يبقى الناتج بتاعه 1 على 32. السؤال اللي بعده أيهما أكبر؟ 3 و4 من 10 في 10 أس -3 أم 4 و4 من 10 في 10 أس 2. لما يجي لك سؤال أيهما أكبر ده ما تنخدعش بالأرقام، أنت بتبص للأس بتاع العشرة، اللي الأس بتاعه كبير هو كبير وريح دماغك. طب افرض يا مستر الأسس متساوية، يبقى ساعتها نبص بقى للأرقام. طيب هنا 10 أس 3 وهنا 10 أس 2، يبقى ده كده بديهي الكبير. طيب ليه؟ هفهمك برضه ليه. لو جينا فكينا ده 10 أس 3 يعني هتحرك 3 خطوات صح؟ طب ادي خطوة في خطوتين ناقصين يبقى نخليهم صفرين اهو، يبقى 3400. طب 10 أس 2 يبقى هتحرك خطوتين، طب ادي خطوة اهي والخطوة الناقصة نحط مكانها صفر يبقى 440 اهو. شفت؟ مين الكبير؟ 3400. يبقى ما تتخدعش بالرقم، انت بتبص للأس، اللي الأس بتاعه كبير هو الكبير. وخلي بالك في السؤال بتعكس، يعني أس -2 ولا أس -5؟ لا، أس -2 هي اللي أكبر. طيب تعالى معايا كده على السؤال اللي بعده. قال لك اوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في زد زد اللي هي الأعداد الإيه؟ الصحيحة، جدع، والإن الأعداد الطبيعية، وكيو الأعداد النسبية. طيب هنا هنحل حل عادي خالص، هنودي -2 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 2 إكس أس 2 بيساوي 48 زائد 2 إكس أس 2 بيساوي 50. اقسم على الاتنين اللي قدام الإكس في الطرفين، يبقى إكس أس 2 بتساوي 25. طب أنا عايز الإكس آخد الجذر التربيعي للطرفين. سامع واحد عسل بيقول لك يا مستر يبقى كده الناتج 5. خلي بالك لما تيجي تاخد الجذر التربيعي ويكون عندك إكس تربيع واي تربيع أي رمز تربيع، وخدت الجذر للطرف الثاني تربيع، لازم اخده بالموجب والايه؟ والسالب، يبقى الاكس موجب وسالب 5. طب هل ده موجود في زد؟ نعم، يبقى نقول له مجموعة الحل 5 وسالب 5. السؤال اللي بعده اختصر لأبسط صورة نص أس 0 في نص أس 2 في جذر 2 وربع. تعال نجيب قيمة حاجة وما تجيش كده زي البني آدم اللي بيفهم، يعني بلاش نقول حاجة عسل تروح جاي رصيدك كلها عليها. لو تقول لي الناتج اهو انا كده اختصرت، اقول لك طيب خد نص درجة اهي وانا كده برضه اختصرت. لا، لما تيجي تحل حاجة زي كده خليك عيل ناصح وهات قيمة حاجة على الآلة. لو انت مش هتعرف تجيب القيم كلها كده بدماغك، يعني نص أس 0 دي ب1، يبقى قول له 1 تحتها، مش هتخسر حاجة يعني. وهتيجي تجيب نص أس 2 على الآلة تطلع بربع. تمام. تعالى نجيب قيمة ده. طب مستر أنا ما بعرفش أكتب الشكل ده على الآلة، هكتبه إزاي؟ أهو يا عم خليك معايا كده. هنجيب الجذر. تمام. طب العدد الكسر ده بيتكتب إزاي؟ هكتب شيفت مع زرار الكسر أهو، هيطلع لك الشكل بتاعه. تاني هدوش الجذر أهو، شيفت مع زرار الكسر. هكتب 2 صحيح، هاجي في الجنب هكتب 1، انزل تحت هكتب 4، هدوس يساوي هيطلعها لك 3 على الاتنين، يبقى القيمة عندي 3 على الاتنين. طيب تعالى كده نمشي خطوة. 1 في ربع يبقى دي بربع، في 3 على الاتنين اضربها على الآلة لو انت مش هتعرف تضربها، او واحدة 1 في 3 ب3، 2 في 4 ب8، يبقى الناتج النهائي 3 على ال8. طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بيخدع كل الناس دوت.
لو جه قال لك جذر 5 أس 2 ناقص 3 أس 2. طيب هو جذر 5 أس 2 ناقص 3 أس 2 يا مستر أصلا بكام؟ أهو 5 أس 2 ناقص 3 أس 2 دي بأربعة. طبعا جري هتطلع تكتب لي هنا 4. هقول لك بني آدم براس أبو الهول لما يطلع لك حاجة زي كده هو ده كله الناتج بتاعه ب4. طب 5 ناقص كام تدينا 4؟ 5 ناقص 1 يبقى اكتب هنا 1. وخلي بالك وركز في المسائل السريعة اللي زي كده. طيب السؤال اللي بعده كده احنا خلصنا الأسبوع الثاني. تعالوا مع بعض نخش في الأسبوع الثالث. هنبتدي مع بعض إن شاء الله دلوقتي الأسبوع الثالث. وأول سؤال بيقول لك أوجد طول حرف مكعب حجمه 729 وحدة مكعبة. تعالوا نفتكر مع بعض حجم المكعب كنا واخدينه في سنة 6. حجم المكعب بيساوي طول الحرف في نفسه أو ال أس 3. طيب أنا دلوقتي عاوز طول حرف المكعب يبقى هناخد الجذر التكعيبي يبقى نقول له طول حرف المكعب هيساوي أو نكتبها كده هيساوي الجذر التكعيبي ل 729. نجيب الجذر التكعيبي على الآلة. بجيب الجذر التكعيبي ازاي؟ شيفت مع زرار الجذر 729 هيساوي 9. ده كده طول حرف المكعب. طيب السؤال اللي بعده إذا كان قوة بيهما الجذرين التربيعيين للعدد سي يوجد ناتج اي زائد بي. طيب أي عدد في الدنيا ليه جذرين تربيعيين واحد موجب وواحد سالب والاتنين زي بعض، فلما أجمع عدد موجب وعدد سالب مع بعض وهما نفس الرقم فالناتج يبقى صفر. يبقى هنا مجموع الجذرين التربيعيين لأي عدد يساوي صفر. يبقى الاي زائد بي تساوي صفر. طيب السؤال اللي بعده اختصر لأبسط صورة. قلنا هنا لما يجينا سؤال زي كده شغل دماغك وهات قيمة حاجة. جذر 81 على 49 طبعا لو مش عارفها هاتها على الآلة. يبقى 9 على 7 زائد 3 على 4 أس صفر. أي حاجة أس صفر بواحد زائد الجذر التكعيبي لل 125 على 343 أهي. الجذر التكعيبي ل 125 على 343. آسف هو أنا مكتبناش الجذر التكعيبي أصلا. الجذر التكعيبي لل 125 على 343 هيساوي 5 على 7 أهو. نجمع واحدة 9 على 7 زائد 1 زائد 5 على 7. هتجمعها كلها برضه عاوز ترصها على القلم مفيش مشكلة أهي. 9 على 7 زائد 1 زائد 5 على 7 يساوي 3. يبقى الناتج في النهاية يطلع ب3. طيب السؤال اللي بعده إذا كان العدد ده كده بيساوي 4 و6 من 10 في 10 أس إن أوجد قيمة إن. ده صيغة علمية بس هو شايل لك الأس، فأنت اعتبر نفسك بتكتب العدد بصورة صيغة علمية عادي جدا. أنا لو أكتب ده في صيغة علمية هعمل إيه؟ آخد العلامة وابتدي أمشي بيها كده خطوة أهو. أدي خطوة 2 3 4. قلت لك لازم أمشي لحد ما يكون على شمالها رقم. طب أنا كده مشيت كام خطوة؟ أدي 1 2 3 4 5 وفي الاتجاه اليمين يبقى بالسالب يعني إن تساوي سالب 5. تمام. السؤال اللي بعده أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في زد إكس أس 3 ناقص 7 بيساوي 20. طيب تعالى برضو مع بعض نحل المعادلة دي. هنودي الناقص 7 الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى إكس أس 3 يساوي 20 زائد 7. يبقى إكس أس 3 بيساوي 27. ده جذر تكعيبي. يبقى عشان نجيب الإكس لوحدها ناخد الجذر التكعيبي للطرفين. والجذر التكعيبي راجل محترم بياخد الرقم اللي عنده موجب بياخده موجب سالب بياخده سالب. يبقى الإكس عندي هنا تساوي 3
يبقى مجموعة الحل تساوي 3 عشان التلاتة في الأعداد الصحيحة. طيب السؤال اللي بعده، اكتب بالصيغة العلمية كل مما يأتي. الصيغة العلمية قلنا عشان أكتب العدد بصيغة علمية لازم يكون ما بين الواحد والعشرة، ممكن يساوي واحد بس ما يساويش الإيه؟ العشرة. فهنيجي هنا كده ال 15 دي عشان أخليها ما بين الواحد والعشرة، أعتبر إن عندي في علامة موجودة في الأول كده، وأرجع بيها خطوة واحدة لورا، وأخلي على شمال العلامة رقم واحد، فكده أصبح رقم واحد أهو، 1.5 فيه. اتحركت جهة الشمال خطوة، يبقى في 10 أس واحد في 10 أس 5 اللي كانت موجودة، يبقى الناتج في النهاية 1.5 في 10 أس، نجمع الأسس في 10 أس 6. طيب أنا عندي هنا العلامة موجودة على الشمال، هاخدها وأفضل أمشي بيها كده جهة اليمين خطوة 2 3 4 وخطوة كمان عشان يبقى على شمالها رقم، ويبقى 1.7 في 10. مشيت جهة اليمين يا عسل بيبقى الأس بالسالب 10 أس، أدي خطوة 2 3 4 5 10 أس سالب 5. السؤال اللي بعده هنا هنعتبر العلامة برضه موجودة في الأول، خطوة 2 3 4 5 عشان يبقى على شمالها رقم، يبقى 7.2 في 10 أس 5. وبكده يبقى احنا خلصنا مع بعض الأسبوع الثالث، وتعالى نخش مع بعض في الأسبوع الرابع. ويلا بينا نبدأ مع بعض الأسبوع الرابع. وأول سؤال في الأسبوع الرابع بيقول لك اكتب متباينة مناسبة تعبر عن الموقف التالي. مطلوب محاسب لا تقل. كلمة لا تقل يعني أكبر من أو بيساوي، على طول كده لا تقل خبرته عن 5 سنوات، يبقى الإكس اللي هنفرضها اللي هي الخبرة أكبر من أو بيساوي 5، يبقى أنا كده كتبت المتباينة بتاعتي. اوجد في إن الأعداد الطبيعية مجموعة حل المتباينة. تعال نحل مع بعض المتباينة دي في إن. هنودي السالب 2 الناحية التانية بعكس الإشارة، كأنك بتحل معادلة عادي جدا، بس اوعى وحذاري وبحذر تغير العلامة دي تخليها يساوي، زي ما هي موجودة حطها. يبقى 3 إكس أصغر من أو بيساوي 1 زائد 2، يبقى 3 إكس أصغر من أو بيساوي 3. قاسم على 3 في الطرفين، يبقى الإكس أصغر من أو بيساوي 1. جميل. هل كده أنا جبت الحل؟ لا لسه، خلي بالك أنا عاوز الحل في إن. طب الأعداد الطبيعية اللي أصغر من أو بتساوي 1 بديهي كده أول حاجة هاخدها معاه الواحد عشان في علامة يساوي وهو موجود في الأعداد الطبيعية. إيه تاني أصغر من الواحد؟ صفر. سامع واحد بيقول لك سالب 1 سالب 2 سالب 3، تقول لي يا عم استنى بس انت رايح فين؟ استهدى بالله، ده بقول لك الاعداد الطبيعيه. الاعداد الطبيعيه اصلا بتبتدي من الصفر 1 2 3 ما فيهاش سوالب، يبقى نقف لعند الصفر اهو. يبقى 1 و0 دي كده مجموعه حل المتباين في الاعداد الطبيعيه. السؤال اللي بعده قال لك احسب مساحه مستطيل يزيد عن مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4 وحدات، وكان عرضه يساوي اكس وحدة طول. طب تعالى كده نمشي مع بعض واحدة واحدة. هو قايل لك العرض يساوي اكس، جميل يا عم مفيش مشكلة. طب الطول، هو قايل لك الطول ماله؟ يزيد عن العرض بمقدار 4، يبقى معنى كده ان الطول هيساوي اكس زائد 4. تمام، يبقى انا معايا الطول اكس زائد 4 والعرض اكس. طب المساحة سامع واحد بيقول لي الطول في العرض، اقول له الله ينور عليك ممتاز. الطول في العرض، الطول في العرض يعني هنقول له اكس في اكس زائد 4. واحد بيقول لي مثلا مش ده ضرب حد في مقدار، اقول له جدع يا ابني ده ضرب حد في ايه؟ في مقدار. طب هنضرب ازاي؟ نضرب الاكس جوه في الاكس مره وفي الاربعه مره، بس ما تنساش اشارات ارقام رموز. اكس في اكس، موجب في موجب بموجب، اكس او موجب في موجب بموجب، واحد في واحد. واحد فين الواحد؟ الواحد موجود بس ما بيتكتبش. واكس في اكس باكس اس 2 عشان عند الضرب اجمع الاسس، هتبقى دي اس 1 ودي اس 1. وبعد كده موجب في موجب بموجب، واحد في 4 ب4 والاكس تنزل. كده انا جبت المساحه بدلاله الاكس. ممكن بيجي سؤال زي كده يقول لك ايه؟ ثم اوجد القيمه العدديه عندما اكس ب2 او الاكس ب3، يبقى شيل كل اكس وعوض عنها بالرقم اللي هيديهولك، يبقى 3 اس 2 زائد 4 في 3 واجيب الناتج.
طيب تعالى معايا على سؤال زي ده. قال لك اختصر لابسط صوره المقدار اهو، كنت لسه بتكلم فيها والله زي ما كنت سامعني. هنا بيقول لك اختصر لابسط صوره، هنختصر وبعد كده نجيب القيمه العدديه، ما وراناش حاجه. نرفع بس الشاشه فوق شويه. نختصر، هنفك الاقواس برضو زي ما انا لسه قايل، اشارات ارقام رموز، وامشي بالقاعده عشان ما تتوهش. موجب في موجب بموجب، 2 في 2 ب4، اكس في اكس باكس اس 2. كمل، موجب في موجب بموجب، 2 في 1 ب2 واكس في 1 باكس، او الاكس تنزل طالما مفيش حاجه قصادها. كمل على نفس السطر، موجب في موجب بموجب، 3 في 1 ب3، اكس في اكس باكس اس 2. موجب في موجب بموجب، 3 في 2 ب6 والاكس تنزل. تعال نجمع الاكسات اللي نفس الاسس مع بعض. هنا اكس اس 2، هنا اكس اس 2، هناخد منهم اكس اس 2 ونجمع الرقمين. 4 زائد 3 7 اهو. نقول لها شكرا اختصرناكي. الثانية اكس واكس هناخد منهم اكساية، زائد 2 زائد 6 يبقى الموضوع كله بزائد 8. تمام كده اختصرنا. رجع لك ثم اوجد القيمة العددية للمقدار عندما اكس تساوي -1، يبقى شيل كل اكس وحط مكانها سالب ايه؟ 1. يبقى نقول له 7 افتح قوس في -1 أس 2 زائد 8 افتح قوس -1. ممكن ترصها على القلم مفيش مشكلة. طب تعالى كده نشغل الدماغ شوية. -1 أس 2 دي ب1 عشان الأس الزوجي هياكل الإشارة، ويبقى 7 في 1 ب7 زائد 8 في -1 بسالب 8، وطبعا موجب في سالب بسالب يعني 7 ناقص 8 بسالب 1. طيب السؤال اللي بعده قال لك اوجد في ابسط صوره المقدار الذي يعبر عن مساحه الجزء المظلل في الشكل المقابل. الصوره تحتوي على مستطيل كبير ابعاده 3x و2x، ومستطيل صغير داخله ابعاده 2 وواي. طيب تعالى كده نجيب حاجه. لما يقول لك مساحه جزء مظلل بتجيب مساحه اللي بره ومساحه اللي جوه وتطرحهم من بعض. طب مساحه اللي بره ازاي؟ هنقول له مساحه المستطيل الكبير. مساحه المستطيل الكبير. طبعا مساحه المستطيل والطول في العرض، يعني هنقول له 3x اهو، احطها في اقواس عشان ما تدوش، ما تحطش علامه فيه تبقى شبه الاكس، وتضرب موجب في موجب بموجب، 2 في 3 ب6 واكس في اكس باكس اس 2. مساحه المستطيل الصغير 2 في واي يبقى ادي 2 في واي يبقى 2 واي. طب مساحة الجزء المظلل، مساحة الجزء المظلل اطرح اللي بره او الكبير من الصغير، يبقى بتساوي 6x أس 2 ناقص 2 واي. بس ده كده ابسط حاجه. ما تجيش تقول لي هطرح 6 ناقص 2، لا دي اكس ودي واي، فما ينفعش اطرح ارقامهم لان دي رموز مختلفه والاسس بتاعتها مختلفه. طيب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. كده احنا شطبنا الاسبوع الرابع، نبتدي مع بعض في اخر اسبوع الاسبوع الخامس، ويلا بينا.